فرصة صعود النادي الأهلي من دور المجموعات. عندك الماتش الجاي القطن الكاميروني، تمام، على أرضك هنا. 100% الماتش ده لازم تكسبه وتجيب لك اجوان، يعني تجيب اجوان كتير، يعني تحاول مثلا تجيب لك 3-4 اجوان كده، فاهمني؟ بعد كده هتخرج لصن داونز. صن داونز مش من الفرق اللي انت تعرف تكسبها على ارضها، هتلعبك الساعة 3 وهتبقى يعني هي لعبت على ارضك هنا 10/10. صراحة لعبت احسن مننا، خدت اللي عايزاه من الماتش، يعني خدت البونت اللي عايزاه من الماتش. لكن ربنا كريم، يعني ان شاء الله ربنا هيكرمنا. نيجي الماتش التالت، هنخرج للقطن بره. بكل تأكيد انت لازم تكسب القطن. ليه؟ اولا حصاله، الفرقتين بتوعك اللي في المجموعة اللي هم الهلال وصن داونز كسبوه على ارضه، فانت مش اقل منهم انك تكسبه على ارضه. حلو، هنقف بقى لغاية هنا، هنقف لغاية هنا اهو. الهلال عنده مين؟ لان صن داونز هتكسب ماتشاتها اللي باقية. صراحة يعني انا شايف ان ممكن صن داونز تصعد بالعلامة الكاملة، يعني الا ان شاء الله ماتشنا، يعني ان شاء الله ماتشنا يبقى ربنا كرمنا فيه. صن داونز الهلال عندها صن داونز في الهلال، تمام، وعندها القطن في الهلال برضه. صن داونز بعون الله هي اللي هتحسم مصير المجموعة دي. ليه؟ بعون الله هتكسب الهلال في الهلال. حلو، هنتوقف بقى على الماتش الأخير. الماتش الأخير لو كسبت صن داونز، لو كسبت القطن هتبقى 4 بونت على أقصى تقدير، هتتعادل مع صن داونز هناك، مش إن شاء الله مش هنتغلب، هيبقى عندك 5، تمام. هتخرج للقطن بره تكسبه، يبقى 8. حلو، هترجع تلعب الهلال هنا بعون الله تكسبه، هيبقى كده 11. انا شايف ان احنا بعون الله قدها، وياما كان في اصعب من كده وصعدنا. انا شايف ان احنا هنعدي منها، يعني هنعدي وهنصعد بعون الله، هنعدي وهنصعد ان شاء الله. لعبتنا رجاله لاقصى حد.